الفيديو ده معمول مخصوص للناس اللي عايزه فعلا تنجح في ثانويه عامه وتجيب درجه حلوه، ما تجيبش درجه اي كلام، وتطلع فعلا من اوائل. والفتره الجايه دي هي اهم فتره، اللي بيتعب ويجتهد فعلا في الفتره دي بتفرق معاه جدا، وممكن الفتره دي هي اللي يتعليك يا تنزلك. وكنا قلنا ان انا يعني لما فكرت ايه اهم اسباب ان الواحد نجح في ثانويه عامه وجاب درجه كويسه، واللي هي بالمناسبه 96% لو انت مش عارف، لقيتهم حوالي 10 نقط. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات منهم على نقطتين، وهنكمل في الفيديو ده. النقطة الأولى اللي كنا اتكلمنا عليها هي نيتك وهدفك الواضح. النقطة التانية كنا اتكلمنا عن طريقة مذاكرتك، ودي كان تحتها كذا نقطة. النقطة التالتة وهي طريقة نومك. أيوة زي ما سمعت كده، طريقة نومك بجد بتفرق جدا جدا جدا. اوعى تسمع كلام صاحبك الخفاش اللي بيقول لك ثانوية عامة يبقى تنام ساعتين وتذاكر 20 ساعة، ده هيوديك في داهية. لازم تنام كويس على الأقل من 6 ل 8 ساعات يوميا، ولو نمت اقل من كده يبقى يوم او يومين اتضغطت فيهم ولازم تخلص حاجات، ويبقى ما تنامش اقل من 4 ساعات برضه او 5 ساعات، وخصوصا فتره المراجعات اللي هي الفتره اللي جايه. يعني اكتر فتره انا كنت بنام فيها كويس فتره المراجعات، كنت بنام على الاقل 6 7 ساعات، و6 7 ساعات متواصلين كويسين بالليل. لان في الفتره دي انا محتاج تركيزك، محتاجك تلم وتراجع كل اللي فات، محتاجك تركز وتحل امتحانات شوامل، محتاج تعمل حاجات كتير. واحسن ايام انا ذاكرت فيها هي الايام اللي كنت نايم فيها كويس فعلا. يعني كل مره كنت بقول هاخد ساعه او ساعتين من نومي عشان اقوم اذاكر كويس او اذاكر اكتر، بلاقي نفسي ذاكرت نفس الكميه ويمكن اقل، عشان ذاكرت من غير تركيز. كل ساعه هتاخدها من نومك بحجه مذاكره زياده هتقلل من جوده المذاكره، فكانك ما عملتش حاجه. وطبعا اهم حاجه مفيش تليفون قبل النوم، اوعى، عشان تعرف تنام نوم كويس ونوم عميق. وبرضه حبيت اقول لك خاطره كده بسيطه، اوعى تكون فاكر ان كل اللي نجحوا في ثانويه عامه قبلك وجابوا درجات كويسه كانوا بقى كل يوم بيصحوا في نفس الميعاد وكل يوم بيذاكروا كل الحاجه اللي عليهم وعمرهم ما راكموا وناس مثاليين. الشيطان هو اللي بيحاول يفهمك ده عشان يعرفك ان انت لا، انت مش مثالي فانت عمرك ما هتبقى زيهم. لا لا، مفيش الكلام ده. كل اللي قبلك في ثانويه عامه كانوا بيراكموا، وكان بيجي عليه ايام راحت عليه نوم وصحي متاخر كتير، وكان بيجي عليه ايام سهران ومش عارف ينام بدري. كل الحاجات دي كانت بتحصل. احنا بنحاول نعمل احسن حاجه، وبنحاول ان احنا اغلب وقتنا يبقى كويس، بس مش معنى ذلك ان انا هفضل ماشي على نفس الطريق طول السنه. لا طبعا مفيش الكلام ده، انت انسان مش روبوت. انا بقول لك الكلمتين دول عشان افهمك ان اللي قبلك ما كانش مثالي، ولو جيت له قبل النتيجه وسالته انت ماشي صح هيقول لك ماشي صح، بس طبعا يوم ويوم ويوم بصحى متاخر ويوم مش عارف ايه، بس بحاول اجيب اخري. فما تخليش شيطانك يسول لك ان كل اللي قبلك كانوا عباقره ومثاليين، بتسوف وبتتاخر وساعات بتراكم محاضره وترجع تجيبها والحاجات دي. كنا بنراكم وكلنا كنا بنتاخر، وكلنا كنا بنجيب درجات وحشه في الامتحانات. بس الفكره بعد ما براكم بعمل ايه؟ يعني بعد ما براكم برجع والم المحاضره اللي عليا والمحاضره الجديده واذاكرها بطريقه احسن واقولها بقى احسن في دي، وكل مره بقولها بقى احسن. مش لما راكم محاضره استسلم واقول خلاص انا مش قدها انا مش قادر. وكذلك لما تجيب درجه وحشه في امتحانات الدروس، اوعى تفتكر ان دي النهايه. لا لا خالص، انا كنت بجيب الدرجه الوحشه وارجع اقول هجيب احسن منها واروح اذاكر وارجع امتحن تاني. الدرجات الوحشه لو كانت خلتنا انا يعني نقنط او نقول مش هنكمل او مش قادرين، ما كناش كملنا، ما كانش حد جاب درجه في ثانويه عامه. يعني انا اخر امتحان امتحنته عربي شامل قبل امتحان ثانويه عامه بحوالي شهر، كنت جايب فيه 72 او 70 من 80. طب انا لو كنت قلت وقتها لا خلاص انا مش قادر انا مش قدها، كنتش هخش الامتحان. بس الحمد لله اهو دخلت الامتحان وغلطت غلطه واحده في امتحان العربي. ونروح بقى الرابع نقطه معانا، ودي من اهم النقط معانا، الحل. لازم تحل كتير جدا 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 لبكره. عندنا مدرس كان بيقول لك الحل هو الحل. له تحياتي مستر هاني. طريقه ثانويه عامه او نظام ثانويه عامه الجديد بيعتمد ان انت بتاخد قواعد او بتاخد يعني اساسيات، وما بيختبركش فيها، هو بيختبر فهمك للقواعد دي. فانت لو قعدت تقعد تذاكر كتير يعني انا شايف ان هي لا تجدي الحقيقه. انت ممكن تذاكر ساعه ساعتين و10 ساعات تحل. مثلا دلوقتي انا يعني هقول لك مثلا انت هتاخد قاعده مثلا فيزياء مثلا قانون، فهو مش هيجي يسالك في القانون، هو هيسالك على افكار بتعتمد على فهمك للقانون. فما تقعدش تذاكر وتضيع وقتك في المذاكره. يعني ما اقصدش ان انت ما تذاكرش طبعا، يعني انا اقصد ان انت لو مثلا هتذاكر الماده دي 5 ساعات، فساعه او ساعه ونص تذاكرها و3 ساعات ونص حل. وطول ما انت بتحل انا عايزك برضو تبقى دماغك كويسه وانت بتحل. يعني مش بتحل وخلاص انا لازم اخلص كتابين وثلاثه واربعه والكلام ده، مفيش الكلام ده. انا عايزك تحل بعقل، يعني بتيجي قدام السؤال كده تحله وتشوف ايه فكرته وتفهمه فعلا، مش تحله وخلاص. السؤال اللي ما تعرفوش تعلم عليه، وما تسيبوش الا لما تعرفه. تروح لمدرسك بقى تبحث يوتيوب تتشقلب المهم تفهمه، لان كتر الافكار اللي هتحلها وهتفهمها هي دي اللي هيجي منها الامتحان.
اصل الامتحان مش هيجي من المريخ، الامتحان هيجي من الاسئله اللي في الكتب. يعني انت مثلا بتحل على كل درس 200 300 سؤال لو بتحل كتابين مثلا، هل هو الامتحان اللي هيجي منه سؤالين على الدرس ده او سؤال واحد على الاقل على الدرس ده هيخرج من 200 300 سؤال ده؟ لا مستحيل طبعا. فهو كده كده هيجي لك من نفس الافكار. فانت لازم تحل كتير، لانك كل ما هتحل اكتر هتفهم القاعده اكتر وهتعرف افكار اكتر للقاعده. ونصيحه ليك برضو، علم على الاسئله اللي انت غلطت فيها بماركر معين، عشان لما تيجي اخر السنه ترجع تبص على الاسئله اللي انت كنت غلطان فيها، تشوف كنت غلطان ليه وتعرف انت فعلا فهمت غلطك ولا لسه ما فهمتوش. وكمان لما تحل سؤال وما تبقاش فاهمه بعدين تفهمه، ارجع في الكتاب الاصلي اللي انت بتذاكر منه واكتب اللي انت فهمته. يعني اكتب مثلا انا كذا كنت فاهمه غلط وفهمته، اكتب المعلومه الصح يعني في الكتاب الاصلي اللي انت بتذاكر منه، عشان لما تيجي تراجع اخر السنه اللي هو الفتره اللي احنا فيها يعني تبقى بتذاكر المنهج والافكار كلها مكتوبه في الكتاب اللي انت بتذاكر منه. وفي كل ماده في كتاب او كتابين مهمين جدا، ودول هنقولهم في الفيديو بتاع كل ماده اللي كنت قايل لك اعمله لك. ما تنساش اعمل فولو وسبسكرايب عشان يجي لك الفيديو. خامس نقطه معانا وهي عدم التشتت. اوعى تسمع كلام الشخص اللي بيقول لك لازم تحل 4 و5 كتب واحنا كنا بنحل 6 و7 كتب والكلام ده. والله ما في الكلام ده، مفيش بني ادم اصلا يقدر يعمل الكلام ده، يحل 6 و7 كتب و5 كتب و4 كتب والكلام الغريب اللي كنا بنسمعه ده. ما بيعملش اي حاجه غير حاجه واحده بس، يخليك تتشتت ويخلي دماغك تقول لك احنا مقصرين، ده احنا حلين كتابين بس. كتابين؟ ده كتابين دول انت كده 100 100. وكمان يقول لك اسمع بقى في كل ماده مدرس واثنين وثلاثه عشان تجمع كل الحاجات. والله في الاخر كل الشرح غالبا بيبقى كله شبه بعضه، فرق حاجه او حاجات بسيطه. الفرق بس ان انت لازم تسمع مدرس كويس يفهمك بس. وخصوصا في المراجعه اوعى تسمع كلام اللي بيقول لك هات كتابين وثلاثه، مفيش الكلام ده. احنا طول السنه كنا بنحل كتابين بس في كل ماده، وفي مواد كنا بنحل فيها كتاب واحد، ودي كانت كافيه جدا. يعني انا لو حليت كتاب واحد وفهمته كويس وفهمت كل الافكار اللي فيه فدي كافيه جدا، وخصوصا في فتره المراجعه. انا اقول لك ده بيعمل ايه بالظبط. انت لما بتجيب كتاب او كتابين زياده، يعني جبت مثلا 3 كتب في الماده، انت مش هتلحق تحله، غالبا مش هتلحق. بس شيطانك هيفضل طول ما الكتاب مركون على المكتب هيقول لك ده انت مقصر، انت ما خلصتش، انت ما حلتش، ده غيرك حل، مع ان انت فعلا حليت كتابين، يعني انت انجزت انجاز كويس. بس شيطانك هيقول لك انت ما انجزتش، ده كله بسبب الكتاب اللي انت جايبه ومالوش لازمه. لو انت يعني شايف ان انت هتحل 3 كتب، خلص كتابين ولما تخلصهم روح اشتري التالت. ونقطه مهمه، لازم تركز على مصدر واحد بس في مذاكرتك. يعني مثلا ما تبقاش في اول السنه بتذاكر من كتاب، تيجي في نص السنه يعمل كتاب مراجعه نهائيه الاستاذ تروح جايبه، شويه يعمل كتاب مراجعه تاني تروح جايبه. لا، كتاب واحد تذاكر منه، عشان الذاكره البصريه بتفرق جدا. انت لما بتبقى متعود تذاكر الحاجه من كتاب واحد، بتيجي اخر السنه وانت بتذاكرها فاكر المعلومه دي كانت مكتوبه في الصفحه فوق على الشمال بخط كذا، والمعلومه دي انا كنت مزودها بالقلم الاحمر في الحته دي. فالذاكره البصريه دي بتفرق معاك جدا. فانا عايزك تفضل شغال بكتاب واحد، وكل مثلا ما تعرف فكره او معلومه جديده اكتبها في نفس الكتاب. وسادس نقطه معانا، ودي نقطه مهمه وفرقت معايا جدا، اوعى تمشي برايك بس، اسمع راي اللي اكبر منك واللي عنده علم اكبر منك. وده مش معناه انك تمشي ورا كلام اي حد وخلاص اكبر منك، لا لا طبعا. انا اقصد ان انت تسمع كلام الاكبر منك والاعلم منك واللي اقدم منك في ثانويه عامه، وتاخد كلام وتدخله دماغك تفلتره وتشوفه فعلا صح ولا لا، وتسمع كلام واحد واثنين وثلاثة واربعة وتاخد الكلام ده كله تجمعه وتشوف ايه في اللي صح وايه اللي غلط. يعني ما تفضلش طول السنة ماشي بمزاجك وما بتسمعش رأي حد. طبيعي طول السنة هتواجهك مشاكل وهتواجهك حاجة مش فاهمها، فانت لو فضلت كل مرة تتصرف وتحل مشاكلك دي بمزاجك احتمال تتصرف غلط. لكن لو رحت للناس الاكبر منك واللي اقدم منك في ثانوية عامة والمدرسين اللي انت بتثق في رأيهم وسألتهم اعمل ايه، هو عدى عليه قبلك 20 دفعة واكيد في واحد وقع في المشكله دي، او اكيد زميلك اللي اكبر منك شاف واحد صاحبه وقع في المشكله دي فيقول لك لا ده احنا عملنا كذا كذا وحليناها بالطريقه كذا. ومدرس ممكن يقول لك راي تاني مختلف، فاسمع الرايين وشوف قرر بينهم، تبقى كده جمعت كل الاراء. انا شخصيا في اوقات من السنه في قرارات كنت هاخدها واخدتها فرقت معايا جدا جدا جدا، وحولت مساري بطريقه يعني لا تتخيلها، بسبب ان انا كنت كل شويه اي مشكله اقع فيها اروح للمدرسين اللي انا كنت بثق فيهم، واروح لزمايلي الاكبر مني بسنه او بسنتين في ثانويه عامه اسالهم انتوا طب عملتوا كذا ازاي، لما واجهتكم المشكله دي عملتوا ايه، واسال المدرس بتاعي اقول له والله انا معايا مشكله كذا اعمل ايه. فالاقي كل واحد فيهم طبعا بيقول لي راي، بس في الاخر بلاقيهم بيجتمعوا حول رايين ثلاثه ما بيخرجوش براهم، فبفكر فيهم وبختار الانفع ليا. انت لما بتاخد اراء الناس كلها انت كده بتبقى يعني ايه، عملت شموليه لدماغك. سابع نقطة معانا هو انك لازم تبقى شخص مسؤول، ودي مهمة في الثانوية ومهمة في بعد الثانوية. رحلتك نتيجتها ليك انت بس، جبت 70% فهي ليك، عدت السنة فهي ليك،
جبت 100% وطلعت من اوائل الجمهوريه فهي ليك. ما تستناش حد من اهلك يضغط عليك ويقول لك ذاكر، ما تستناش مدرسك يقول لك ذاكر، لا، تبقى شخص مسؤول بتذاكر عشان خاطر مصلحتك، بتذاكر عشان خاطر انت عايز تبقى حاجه فعلا في المجتمع. العلم هو اللي بيرفع الشخص وبيزود مهاراته وبيزود فكره. لما بتقعد تتكلم مع حد بيبان طريقته وبيبان فكره من علمه، هو متعلم ولا لا. العلم بيفرق جدا. اوعى تستنى حد يقول لك ذاكر وتقول اصل انا ما حدش قال لي ذاكر وما حدش قال لي اعمل وما حدش زقني للمذاكره. لا لا، نتيجتك واجتهادك وتعبك ما حدش هيستفاد بيهم غيرك. ما حدش خالص هيفرق مع انت جبت ولا ما جبتش غيرك انت. طبعا اهلك هيستفادوا وهيفرحوا لك وهيحبوا لك ده، بس في نفس الوقت انت اللي هتعيش طول حياتك في النموذج اللي انت اخترته. سواء انت اخترت ان انت تنجح وتجيب درجه كويسه او اخترت لا، تفضل النتيجه دي ملازمك انت طول حياتك، او هيفضل اجتهادك ده ملازمك انت. هم هينسوا مع الوقت، انت اللي هتفضل حياتك دي ملازمك انت. وانت عايز تبقى ايه وحط نفسك فيه. ما تتخيلش ابدا ان ربنا هيضيع تعبك ابدا. اللي تعب واجتهد ربنا جزاه، واللي ما تعبش ربنا جزاه بطريقه مختلفه على قدر تعبه. يعني انا بالنسبه لي كل زمايلي في ثانويه عامه وكل الناس اللي انا اعرفها، وانا كنت اعرف عدد كبير جدا من زمايلي في البلد اللي انا فيها، ان ما كانش كلهم، كل اللي ذاكر واجتهد جاب درجه كويسه. انا شايف كده، كل اللي ذاكر فيهم واجتهد على قدر اجتهاده اللي احنا كنا شايفينه جاب درجه على قدر اجتهاده بالظبط، وطبعا بتوفيق ربنا كله في الاخر. طب من نقطه معانا وهي ثقتك في نفسك. بص يا صديقي، الثقه دي عامل مهم جدا 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 بجد، ترفعك 7 سما تنزلك 7 ارض. وخد بالك في فرق بين الثقه والغرور. الغرور اللي عمال يقول انا هعمل وهسوي وهبقى وما بيعملش افعال، هو عمال بيتكلم على الفاضي. الثقه الشخص اللي قاعد شغال وبيجتهد وما بيقولش لحد، بس لو حد ساله انت هتعمل ايه او ناوي على ايه بيتكلم بكل ثقه وواثق في نفسه 100%. وده ناتج عن افعاله واجتهاده، مش ناتج عن كلام في الفاضي. انا مثلا الحمد لله لما كانوا اصحابي بيسالوني، يعني كنا بنقعد انا واصحابي نسال متوقع هتجيب كام، كنت بقول لهم هجيب من 95 ل 97%. يعني متوسط غالبا هجيب 96 96 ونص. وخصوصا في فتره المراجعات كنت واثق جدا في نفسي، وده مش ناتج اي حاجه، ده ناتج ان احنا يعني اجتهدت وتعبت وعملت اللي عليك بس مش اكتر. كمان عندك ثقه في ربنا، فربنا يوفقك اكيد. وانا شايف ان دي نقطه كان فارقه معايا جدا. انا شايف ان يعني النقطه اللي انت بتحط نفسك فيها بتوصل لها. يعني لو انت بتجتهد وبتذاكر بس كل شويه تقول لنفسك لا ده انا مش هجيب، مش هلحق، مش هتجيب غالبا، بسبب كلامك انت بتثبط نفسك وبتقول لنفسك لا مش هنجيب. زمايلي لما كنا بنقعد سوا نقول مين فينا هيجيب كام، كل اللي قال درجه جابها، مع ان ممكن يكون اجتهادنا قريب من بعض، بس كل اللي قال درجه جابها بسبب ان هو حط نفسه حجم نفسه بحاجه معينه. عامل زي اللي هو بيقول لك ايه، لما تحلم احلم بالنجوم، عشان لو عطلت معاك شويه وما جبتش النجوم تجيب السما، يعني فاهم؟ حط اعلى حاجه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سالتم فاسالوا الفردوس، يعني ما اسالش الجنه، لا اسال الفردوس الاعلى، اعلى حاجه. فلما تتكلم كده وانت مذاكر ومجتهد خلي عندك ثقه في نفسك وادي لنفسك ثقه ان انا هجيب وهعمل، بس طبعا ثقه نتيجه عن افعال، مش ثقه وخلاص. وانا عندي تجربه في الموضوع ده مع اخويا يوم النتيجه. يعني يوم النتيجه انا اذكر كنت متوتر شويه الحقيقه، مش متوتر من النتيجه، لا لا، انا ما بحبش الانتظار، انا شخص ما بحبش الانتظار. فهم قالوا النتيجه هتطلع النهارده، فانا قاعد منتظرها. فبالنسبه لي دي حاجه رخمه، انا ما بحبش الانتظار. يعني طول الفتره اللي انا انتظرت فيها النتيجه حوالي 20 يوم ما كنتش بفكر، عادي مش فارقه معايا. لكن لما قالوا لي هتطلع النهارده انا خلاص كده منتظرها بقى، كده مترقبها. فاخويا يعني كان في البيت فكلمني قال لي انت متوقع هتجيب كام؟ قلت له ان شاء الله سيبها على الله، انا ما بحبش اتكلم في الدرجات والحاجات دي. فهتجيب كام؟ قلت له سيبها على الله. هتجيب كام؟ سيبها على الله يا عم، يعني ربنا ييسر. قال لي بس قول لي بس انت متوقع هتجيب كام، عشان احنا شايفينك متوتر وكده وبتاع. فقلت له انا متوقع ان شاء الله هجيب من يعني 95 وشويه او 96 في الحته دي. فقال لي انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ فقلت له والله بتكلم جد، ليه بهزر يعني؟ فقفل معايا التليفون، هو كان في منطقه تانية يعني. فبعدها بساعتين النتيجه طلعت، فجبت 95.6 من 10 او 95.7 او 8 من 10 حاجه كده، اللي هو يعني بالتقريب 96%. فاخويا ساعتها جه وقال لي ازاي يعني انت ازاي كنت متوقع انت هتجيب الدرجه دي؟ انا كنت عارف كل ماده ممكن انقص فيها قد ايه، بسبب ان انا يعني في المراجعه النهائيه كنت بحل شوامل، فعارف كل ماده ممكن اجيب فيها قد ايه، وواثق في ربنا ان هو هيوفقني اكتر ما انا متوقع. وده مش توقع مني يعني انا جامد وكده، لا لا خالص، ده فضل وتوفيق من ربنا انه وفقني الاول ان انا اذاكر، ووفقني بعدين ان انا احل كويس واتوقع هجيب كام. وتسع نقطه معانا وهي من اهم النقط، وهي التوتر. انا شايف ان دي بعبع الثانويه العامه بجد. يعني في ناس كتيره جدا تذاكر كويس بس متوتره ما بتجيبش حاجه. التوتر ده من اسوأ الحاجات اللي ممكن تقابلك. لازم يا صديقي تبقى راسي وهادي
وتفهم ان انت مش هتاخد غير اللي ربنا كاتبه لك. اجتهد واتعب واسعى وما تفكرش في النتيجة. وتأمل قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. انت هتحاسب على سعيك واجتهادك، فجيب اخرك في الاجتهاد والسعي وانسى النتيجة، انساها، ما تفكرش فيها، ما تفكرش، سيبها على الله. وانت رايح الامتحان ما ينفعش تتوتر، الفترة دي ما ينفعش تتوتر فيها. اللي ثابت وواثق وهادي وراسي هو اللي بيكمل، هو اللي بيجيب حاجة. التوتر بيودي في داهية. وبجد فعلا لو شايف ان موضوع التوتر ده مأثر معاك جامد وان انت متوتر، يعني انا انصحك ان انت تستشير طبيب في الموضوع ده، لان الموضوع فعلا مهم جدا. اخر واهم نقطة معانا وهي توفيق ربنا. ارمي كل اللي انا قلته في اللي فات ده في الزبالة، ارميه على جنب لو ما اصابكش توفيق ربنا. وتوفيق ربنا بيصيب الشخص اللي اجتهد وتعب فعلا. ربنا عمره ما هيضيع تعب حد اجتهد ابدا. توفيق ربنا هيصيب الشخص اللي اجتهد وتعب واخد بالاسباب، وفي نفس الوقت كان بيقرب من ربنا وعلاقته كويسة بربنا وبيتقي الله في كل حاجة، في عباداته وفي معاملاته وفي كل حاجة. ولازم تكون واثق في ربنا اشد الثقة ان هو هيوفقك، ان هو هيديك على قدر تعبك لو انت مجتهد فعلا وعملت اللي عليك. وحتى لو انت مقصر بعد التقصير، اجتهد في الفترة اللي باقية وابذل لربنا ووضح لربنا انا جبت اخري وبحاول اجيب اخري، فيا رب وفقني. وطبعا الدعاء لازم تدعي ربنا كل شويه ان هو يوفقك ويرزقك. يعني انا كنت بدعي طول الثانويه ان ربنا يرزقني ان انا ابقى من اوائل الجمهوريه يعني. فانا اذكر ان انا فضلت 3 او 4 شهور في الكليه، او 3 او 4 شهور بعد نتيجه الثانويه لسه بادئ نفس الدعاء بسبب ملازمته ليا. فلازم يا صديقي تكون بتاخد بالاسباب اولا، ثانيا تكون قريب من ربنا وبتتقي ربنا في عملك. يعني هل يعقل ان لو 2 اخذوا بنفس الاسباب ان ربنا هيبقى توفيقه للشخص اللي بيتقي ربنا وقريب منه زي توفيقه للشخص العاصي البعيد عن ربنا؟ لازم يا صديقي تجتهد ان علاقتك بربنا تبقى اهم حاجه، اهم بقى من الثانويه العامه، وسيبك من الحاجات دي كلها. ثانويه عامه وكل الحاجات دي هتعدي، الفكره علاقتك بربنا عامله ازاي. وفي النهايه عايز اقول لك كام كلمه كده، يعني ايه، احنا كده خلصنا ال10 نقط، بس في كام كلمه كده حابب اقولهم لك. يعني والله يا صديقي، والله يوم ما تشوف فرحه اهلك وفخرهم بيك ان هم شايفين ابننا جاب كذا ومبسوطين بيك جدا، دي هتبقى من اسعد لحظات حياتك ومن اسعد الايام اللي هتمر عليك، وكفيله ان هي تذيل اي تعب واي جهد واي حاجه انت عملتها في ثانويه عامه. انا زي ما قلت لك قبل كده، النظره دي او اللحظه دي كانت نصب عيني طول الوقت. انا بفكر فيها طول السنه، بفكر يوم النتيجه هعمل ايه، وكل ما افكر فيها كنت ساعات ببكي فعلا. بفكر فيها ان انا عايز افرح اهلي، انا عايزهم مبسوطين، عايز اشوف يعني عايز اقول لك انت عندك 18 سنه او 17 سنه، انت عملت ايه في حياتك عشان يفرح اهلك؟ يعني عملت ايه حاجه كبيره في حياتك تفرح اهلك؟ ما عملتش حاجه لسه. فدي هتبقى حاجه هتفرحهم، فرح مش هيفرحوه، يعني فرح مش هيفرحوه بعد كده. غالبا احنا هنا في مصر دي حاجه من الحاجات المهمه جدا في كل عيله، وحاجه بتفرح الاهل جدا، وهي حاجه فعلا بتحدد مصير كبير جدا في حياتك بعد كده، بتحدد حياتك هتمشي في انهي اتجاه. بص يا صديقي، حاول تجتهد وتعمل حاجه تخليهم يفتخروا بيك، وحاول تفتكر كل شويه نظراتهم واليوم ده هيبقى عامل ازاي. فتحرك وما تخليش حاجه تقف قدامك، اي حاجه تقف قدامك زلها واشتغل ودوس على نفسك، واليوم اللي تاثر فيه اليوم اللي بعده عوض ودوس اكتر من الاول. واي حاجه مثلا مش فاهمها او اي حاجه عايز عندك مشكله فيها، ممكن تسالني عادي، او تسال حد اكبر منك في ثانويه عامه، تسال مدرسك، استشير الناس. فان شاء الله ربنا يوفقك وتبقى من الاوائل زي ما انت عاوز. وما تنساش بقى، سيب اثر طيب وتعلم تفيد الناس. سلام.